كابتن رضا عبد العال، اقول النهارده مبروك، النهارده فوز ثمين على فريق بنها. فريق بنها بينافس، لكن فريق طنطا يعني هنقول ان هو ان شاء الله سيعود للمقدمه. تقول النهارده للقاء هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والشكر لله طبعا على فوز النهارده، وبحمد ربنا وبشكر فضله. بهدي الفوز ده لعيبه اللي هي رجاله النهارده، اللي برغم الظروف الفتره اللي فاتت دي اتعرضت لانتقادات كتيره، وان المستوى هبط، وان في تذبذب في المستوى وفي كيرف بينزل، كلام كتير سمعناه، بس هي طبعا ما يعرفوش الحقيقه. الحقيقه اللي احنا لما بنروح دلوقتي اي فرقه بره بتبقى عامله لنا 1000 حساب، والحكام بيخافوا. انا بقول لك بقى بمنتهى الامانه والصراحه، الحكام بيجاملوا الفرق اللي احنا بنلعبها على ملاعبها، بدليل ان احنا في ماتش شربين اللي كان لنا ضربه جزاء الشوط الاولاني وما اتحسبتش. الماتش بتاع سير سليان اللي احنا خسرنا فيه 2-1 جبنا جون واتلغى عشان الجهاز الفني قاعد ورا اللازمان وخلاه رفع الرايه. لما في ماتش المنصوره الجون الثاني اوفسايد بفرق 3 متر ومشوه عشان برضه سياده اللواء قاعد على الخط ابراهيم مجاهد. فده مش تذبذب، انا ما بخسرش كوره، انا بخسر حكام، بخسر يعني من الاول ومن الاخر الحكام هي اللي بتخسرنا، لان بتجامل الفرق اللي احنا بنروح لها على ملعب. اخر حاجه الزرقاء الماتش اللي فات، الجمهور في الملعب والحكم مش عايز يصفر ولا عايز يعمل، بنتحدف بالطوب، الحكم بيشتم ومش عايز يلغي المباراه. بقول له انت كده، ده انت حتى ما وقفتش المباراه ان هي مثلا تهز الجمهور شويه او تحسسه ان هو بيغلط، لان الجمهور بيخش كانه بالظبط واحد حرامي داخل حاجه وبيتمسك، فانت لما بتقرط عليه وتهدده فبيقعد ساكت ويلتزم. فهو لا، الجمهور لا، ان ما عملش حاجه لما شتموه، بداوا يحدفوا طوب، بداوا ينزلوا الملعب. ومن ضمن الحاجات واحد ويسال الحكم كده، واحد نزل له الملعب وقال له ايه، لو النتيجه النهارده حصل فيها اي خساره للزرقاء مش هتخرج من الملعب. وبعديها على طول حسب ضربه الجزاء اللي هي اللي تعادلوا بيها. كل الاعلاميين شهدت ان كانت في حضور جماهيري وحضور جماهيري مكثف من فريق الزرقاء. هل فريق نادي طنطا قدم احتجاج رسمي لاتحاد كرة القدم بشأن حضور الجماهير؟ طبعا قدمنا احتجاج رسمي، لان احنا مع الجماهير. يعني انا مثلا في ماتش الكيرنس انا مع الجماهير، انا قلت الجماهير ما تخرجش، الحكم اللي اصر، واخد بالك. لما رحنا الماتش اللي هو بتاع شربين، الناس الحكم مش عايز يبدا المباراه، قلت له الناس طالما ملتزمه وقاعده مفيش اي مشكله. وبتوع الزرقاء لو كانوا قعدوا ملتزمين وما عملوش اي حاجه اقسم بالله ما كنا هنقدم احتجاج، بس هو حكم المباراه اللي اتهز. وبعدين انا عايز اوصل حاجه للجنه الحكام، الحكم مش اله، يعني الحكم مش اله، الحكم لازم زي ما هو عامل له الحمايه لازم يحمي المدربين واللعيبه. مش انا بكلم الحكم بقول له يا كابتن، يقوم جاي يقول لي لو كلمت انا اطلعك بره، وانا شتمته وانا قلت ادب عليه؟ لا، لازم عشان لجنه الحكام بعد كده تاخد قرارات، او لجنه المسابقات تتفرج على الماتش وتشوف لو المدرب اخطا يتعاقب ويتقطع رقبته، لو اللعيب اخطا يتعاقب ويتقطع، انما هي مش اهواء. ولو ما فيش حاجه زي كده انا اوقف الحكم، احقق مع الحكم واوقفه واقول ان هو توقف بسبب مباراه كذا وكذا. ده ممكن حكم يصعد فرقه او حكم يهبط فرقه، يعني صفاره ممكن تصعد وصفاره ممكن تهبط. فلازم هم زي ما هم خايفين على نفسهم قوي كده وبيعملوا لهم حمايه، طب انا فين حمايتي وفين حمايه لعيبتي؟ انا بقول للحكم صفر الماتش اللي فات، قال لي ما اقدرش، انا هكتب في تقريري. اشمعنى ماتش سير سليان؟ امور لازم كلها تتظبط. ولم نسمع من اتحاد كرة القدم ان هو عاقب حكم على انه اضر بمصلحة فريق، ويعني اضر بنتيجة مباراة. يعني ما سمعناش، مش هنسمع، احنا نسمع حلو قوي وقف المدرب المدير الفني لكذا 4 ماتشات و10000 جنيه، والنادي مش عارف 10000 50000 جنيه غرامه، مش عارف ايه ده. امال فين الحكم؟ هو الحكم ده الحكم بشر. وبعدين انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ده يعني ان شاء الله بامر الله بعد الماتش، والحكم قال لي في الماتش، قال لي انا هكتب في تقريري بعد الماتش، الحاج سمير موسى دخل له اوضه اللبس. الله اعلم بقى اذا كان هيكتب في تقرير ولا مش هيكتب في تقرير، لا تعليق. بس اما نشوف بقى، يعني احنا بعد ثورتين بعد كده بقى لو كده يبقى سمير موسى ده اقوى رئيس نادي في مصر. وبعدين ما تنسوش السنه اللي فاتت ماتش غزل السويس، مع هم جابوا لنا الزرقاء ليه؟ ما بناء على ماتش غزل السويس في اللي حصل فيه المشكله جابوهم هنا المجموعه دي، جابوهم مجموعه القاهره ليه؟ بسبب برضو المشاغبات والشغب والكلام ده كله. فاذا ان مش اول مره، ده في 100 واقع. وبعدين برضو بنبه اهو، اللي هيروح الزرقاء لو الامن ما وقفش صح، او اتحاد الكوره خد موقف صح، هتحصل كارثه والدوري ممكن يتلغي بسبب الزرقاء. كابتن رضا عبد العال، المباراه القادمه مع فريق نابارو شايفها ازاي؟
لسه ان شاء الله اما نيجي ان شاء الله. هي ماتش صعب طبعا، والنهارده مبروك للنبروه فوزهم النهارده خارج ملعبهم 2-0. فان شاء الله هيبقى ماتش قوي، هيبقى ماتش ان شاء الله الافضليه فيه للاحسن، يعني اللي هيكسب هو الاحسن، فان شاء الله يكون من نصيبنا بامر الله. بالتوفيق يا كابتن رضا عبد العال، واقول لك مبروك النهارده فوز ثمين على فريق بنها. الحمد لله، وبالتوفيق في المباراه القادمه. الحمد لله، الله يبارك فيك يا استاذ سامي، وان شاء الله دايما كده، وان شاء الله بس الحكام تدي لكل واحد حقه، مش عايزين اكتر من كده. ما تجاملنيش شكرا لك. ولا تجامل حد، هي ربنا تعامل ضميرها وتعامل ربنا بس. قول يا رب. يا رب ان شاء الله. شكرا يا كابتن. اتفضل.